السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله بإذن الله هكلمك عن الأكتويترز الموجودة عندك في دايرة الفرامل باستخدام الهواء المضغوط، ألا وهي السيرفو، وهي هكلمك عن السيرفو المرحلة الواحدة والسيرفو المرحلتين اللي هو بيأدي معاك السيرفيس بريك وكمان بيأدي معاك الهاند بريك. يلا بينا نشوف الكلام ده على الجرار وبعد كده نطلع للجانب النظري. بص كده حضرتك، ده سيرفو مرحله واحده اللي راكب عندك على الفرامل الاماميه اللي هي سيرفيس بريك اونلي. وده حضرتك الخرطوم اللي هو بيعتبر انبوت واوتبوت من السيرفو شخصيا. وهي حضرتك دي تمام الفتحه اللي احنا هنشوفها بعد كده في الجزء النظري الخاص عندك بتلف الدايفرام بتاع هذا السيرفو. طيب وده كمان سيادتك السيرفو المرحلتين زي ما حضرتك شايف كده متثبت اهو، وعندك حضرتك في خرطومين داخلين عليه وفي غرفتين، واحده عندك هنا لفرامل الرجل والثانيه لفرامل اليد. بحاول اوضح لك اهو تمام السيرفو المرحلتين. كمان ده حضرتك شايف الرد بتاع السيرفو راكب عندك على السلاك ادجستر، وادي حضرتك الشافت اللي رايح عندك هنا للميكانيزم بتاع الفرامل. تمام كده. خليني ابدا بالسيرفو المرحله الواحده. لو انت جيت بصيت على المكونات الخارجيه، تعالى بص على التشامبر بتاعه السيرفو، هتلاقي ان هي مكونه من حتتين. الحته الخلفيه عندك دي بيتم وجود فيها الفتحه بتاعه مدخل ومخرج الهواء اللي هي جايه من البلف بتاع الكويك ريليز، بينما حضرتك الجزء الامامي او النصف الامامي ده بيبقى موجود فيه عندك هنا الاسترزات اللي انا بقدر اثبت السيرفو ده من خلالها. تمام، عندك هنا في 2 ستارز. كمان حضرتك بقدر ان انا اجمع النص الخلفي ده مع النص الامامي باستخدام مين يا فندم؟ باستخدام كليبس التجميع. حضرتك هتلاقي ان النص الامامي ده موجود فيه فتحه. الفتحه دي لو جابت هواء عندك، معنى كده حضرتك ان الرق او الدايفرام اللي جوه السيرفو بتاعك حصل فيه تلف والهواء عدى من تشامبر راح للثانيه. تمام، فده دليل تلف الرق بتاع السيرفو بتاعنا. ده حضرتك الرد اللي انا باخد منه الحركة الميكانيكية الخطية. تمام، لما يدخل عندك الهواء المضغوط الى داخل السيرفو. وده حضرتك اليوك اللي هو بيبتدي يركب عندك في السلاك ادجستر. هنعرف ايه هو السلاك ادجستر، ما تقلقش. لو انا دخلت عندك هنا جوه السيرفو هلاقي ان فعلا عندك هنا نص الغرفه الخلفي اهو، نص الغرفه الامامي اهو، وعندك هنا اللي باللون الابيض اللي فيه كروسات ده هو مين؟ هو الدايفرام. شفة الديافرام ده بتيجي مع شفة النص الخلفي مع شفة النص الامامي، وبقفل الكلام ده كله مع بعض بايه يا فندم؟ بالكليبس. علشان خاطر كده لما حضرتك تمام بتيجي تغير عندك ليه السيرفو بتاعك الديافرام لو حصل فيه مشكله، بتبتدي حضرتك تمام تحل هذا الكليبس وتقدر ان انت تنطر الديافرام البايظ وتركب مكانه ديافرام جديد. ادي عند حضرتك هنا الهواء المضغوط بيبتدي ان هو يدخل، وبالتالي لما الهواء المضغوط يدخل بيبتدي يؤثر عندك على المساحه بتاعه الديافرام، فيبتدي عندك هنا الديافرام ده يتقعر وياخد تمام هذا الشكل بفعل عندك هنا الضغط اللي اثر عليه من الناحيه الثانيه. فيبتدي يزق ايه هذا الديافرام؟ يبتدي ان هو يزق عندك هنا المقعد بتاع الرد زي ما حضرتك شايف قصاد قوه ايه يا فندم؟ قصاد قوه هذه السوسته، فيحصل عندك هنا اكستنشن وتمدد للرد بتاع السيرفو. اول ما حضرتك الهواء ده يبتدي يطلع الى الهواء الجوي، يطلع عندك هنا الى الاتموسفيريك، فما يبقاش في عندك هنا بريشر في اريا الناحيه الثانيه، فالسوسته بترجع مره اخرى الى وضعها الطبيعي وتاخد معاها المقعد تمام بتاع القاعده بتاعه الرد، بتبتدي ان هي تاخدها وتاخد عندك هنا الديافرام ويبتدي ان هم يرجعوا للنيوترال بوزيشن بتاعهم ومفيش عندك هنا ضغط مؤثر عليهم. تمام كده. طيب حضرتك زي ما انت شايف كده انا ساعات بحتاج في انظمه والميكانيزمات بتاعه الفرامل زي مثلا الاس كام اللي موجوده عندك هنا دي، ان انا احول الحركه الخطيه تمام بتاعه السيرفو زي ما حضرتك شايف كده الرد هيطلع لقدام ويرجع لورا، محتاج احول هذه الحركه الخطيه الى حركه دورانيه. فبعمل ايه؟ باخد عندك هنا اليوك ده وابتدي ان انا ادخله على السلاك ادجستر. السلاك ادجستر ده بيبقى جواه هنا في الحته دي مشرشر، المشرشر ده بيبتدي ان هو يركب عندك مع الشافت، وبالتالي لما عندك هنا تمام الرد بتاع السيرفو يطلع لقدام، السلاك ادجستر ده هيبتدي ان هو يلف، وبالتالي الجزء اللي تحت ده هيتحول عندك هنا في الحركه الى حركه دورانيه، وبالتالي الشافت ده يبتدي ان هو يلف، وبالتالي حضرتك الاس كام دي هتلف. اذا انا حولت الحركه الخطيه الى حركه دورانيه. واحد يجي يقول لي ايه هو السلاك ادجستر ده؟ بمنتهى البساطه هقول لحضرتك ان انت مع الوقت بتلاقي حضرتك ان تيل الفرامل ابتدى ان هو يتاكل،
ومع ثبات المشوار بتاع السيرفو موجود عندك هنا، محتاج حاجه تلم البوش دي. اللي بيلم البوش هو السلاك ادجستر. طيب ده حضرتك بيبقى مكون من ايه؟ بيبقى انت عندك هنا لو انت جيت بصيت عليه من بره، ادي عندك هنا الفتحات اللي بيركب فيها البرنو بتاع اليوك الخاص عندك بالرد بتاع السيرفو بتاعك. طيب وبيبقى ظاهر عندك هنا في تمام صاموله 14. كمان بيبقى ظاهر عندك هنا في بنز تشحيم. كمان من جوه بيبقى ظاهر عندك هنا في مشرشر علشان خاطر يركب فيها الشافت اللي احنا قلنا عليه هنا ده. تمام كده. طيب الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها انا حضرتك قلت لك مع الوقت بيبتدي التيل ان هو يتاكل، ومع ثبات المشوار بتاع الرد بتاع السيرفو بتاعنا محتاجين حاجه تلم البوش. بلم البوش ده عندك هنا ازاي؟ بلم البوش تمام في ان انا بزود عندك هنا في الانجل تمام بتاعت مين يا فندم؟ بتاعت الشافت اللي راكب عليها الاس كام. طيب انا في ميزه عندي في الميكانيكا حلوه قوي، ان انا لو في عندي ميكانيزم وورم اند وورم ويل، ده حضرتك هنا الورم راكب عندك على الاكس بتاع الصاموله او المسمار ال 14 ده، وحضرتك في عندك هنا الورم ويل اللي هي من جواها في عندك المشرشر، وبالتالي حضرتك تمام الورم بينقل الحركه للويل وليس العكس. الناحيه الثانيه بيحصل لوكينج. طيب انا برجلش الفرق ده ازاي؟ حضرتك انا باجي على الصاموله ال 14 دي وابتدي ان انا اربط، وبالتالي سنان الورم هتلف، وبالتالي سنان الويل هتلف، وبالتالي حضرتك تمام المشرشر ده هيلف، وبالتالي الشافت هيلف، وبالتالي الاس كام هيلف، وبالتالي تيل الفرامل هيدقر عندك في الطنبور. يبقى انا هلف عندك هنا في الصاموله ال 14 دي لحد عندك هنا ما تقف معايا. اول ما وقفت معايا معنى كده ان التيل لازق عندك هنا في الطنبور. طيب انا محتاج اخلي فيه اير جاب علشان خاطر تتم عمليه الفرمله، ومبقاش في عندك هنا احتكاك اثناء الحركه العاديه بدون فرمله، فبرجع عندك هنا اهوي ربع لفه او نص لفه على الصاموله ال 14 دي او على المسمار ال 14 ده، وبالتالي بيبعد عندك هنا التيل مسافه صغيره عن الطنبور، وبالتالي حضرتك لما تيجي تمسك فرامل تلاقي الكلام ده حاضر معاك. تمام كده. طيب حضرتك ساعات بتلاقي ان في عندك هنا سيرفوهات مباشره داخله على الميكانيزم بتاع الفرمله. انا هنا بستخدم الحركه الخطيه مباشره، وكنا شرحنا ميكانيزم قبل كده تمام اللي هو الويدج كام بيستعمل عندك الحركه الخطيه مباشره. طيب بعد كده عندنا في السيرفو المرحلتين، عايزك تاخد بالك من حاجه، ان انا قبل ما بركبه بجهزه عندك للتركيب. بص كده حضرتك على السيرفو المرحلتين ده بيكون في عندك هنا المرحله دي تمام لفرامل الرجل، بينما المرحله اللي عندك هنا ورا دي لفرامل اليد. طيب فرامل اليد دي بتبقى محتاجه تجهيز. لو انت جيت بصيت هنا بلاقي ان في حضرتك عندك حاجه اسمها الريليز تول. دي حاجه او دي مشرشر كده او حاجه انا بستعملها علشان خاطر اقدر ان انا اعمل ريليز مانوال للفرامل، وكمان بجهز عندي تمام السيرفو بتاعي قبل ما اركبه. كمان في عندك هنا طبه زي ما حضرتك شايف كده، الطبه دي علشان خاطر الريليز تول دي تركب فيها، وهقول لك هنشتغل في الكلام ده ازاي. كمان في عندك هنا فتحتين، فتحه تمام للانبوت والاوتبوت بتاع فرامل الرجل، وفتحه عندك هنا للانبوت والاوتبوت بتاع فرامل اليد. كمان عندنا حضرتك في هنا لو انت شايف في عندك هنا الفتحه اللي بتدل ان حصل تلف في الدايفرام بتاع فرامل الرجل. كمان هنا عندك في الفتحه اللي بتدل ان حصل هنا في تلف خاص بالدايفرام بتاع فرامل اليد. عندك هنا في الكليبسات تمام الخاصه عندك هنا بتقفيل الغرف بتاعت فرامل الرجل وفرامل اليد. كمان عندك هنا في الاسترزات بتاعت التركيب. كمان عندك هنا في اليوك اللي هيركب على السلاك ادجستر. تمام كده. طيب بجهز السيرفو بتاعي يركب ازاي؟ مبدئيا السيرفو بيبقى جاي لك عندك هنا الريليز تول دي محطوطه في الجنب ومربوطه بالصاموله. كمان بتلاقي ان عندك هنا الرد بتاع السيرفو طالع لقدام تمام مفرود قوي. طيب بعمل ايه؟ ببتدي ان انا احل عندك هنا الصاموله واطلع الريليز تول بتاعتي، وهتلاحظ عندك هنا ان الريليز تول بتاعتك دي فيها مشقبيه في الاخر. كمان حضرتك بيبقى في عندك هنا الدست بلاج اللي انا قلت لك عليها اللي هي الطبه بتاعه التراب. ببتدي ان انا افك تمام هذه الطبه بتاعه التراب، بلاقي تحتيها الكي هول اللي هيركب فيها الريليز تول. تمام كده. طيب بعدين بعمل ايه يا فندم؟ باجي حضرتك هنا اخد الريليز تول بتاعتي وابتدي ان انا ادخلها من الفتحه دي والفها ربع لفه. خلاص كده. وانس ان انا لفتها الربع لفه دي، مشقبيه اللي قدامي ابتدت ان هي تركب عندك في شداد سوسته فرامل اليد. بعد كده بربط الصاموله بتاعتي دي لحد ما تجيب اخرها. بعد كده بجيب عندك هنا مفتاح
يدوي، وابتدي ان انا تمام اجمع عندك هنا على الصاموله. طول ما حضرتك بتربط عندك على الصاموله بتاعتك من ورا، بتلاقي ان حضرتك ايه، بتلاقي ان حضرتك البوش رود ده بيبتدي ان هو يلم عندك على ورا. طب بيلم عندك على ورا بفعل ايه؟ هتعرف دلوقتي تمام لما انتقل قدام. طيب حضرتك هو عمال بيلم على ورا تمام، وحضرتك انا بربط لحد ايه؟ لحد عندك هنا ما الريليز تول دي تبتدي ان هي تضغط تمام على السوسته بتاعه فرامل اليد شويه، وترجع عندك هنا بالميكانيزم اللي احنا هنشوفه جوه. فحضرتك بتيجي تقيس المسافه دي تمام، المسافه دي تمام اللي هي اكس، بتلاقي موجوده عندك في المانوال بتاع السيرفو المرحلتين ده تمام. يقول لك والله الاكس دي قد كده، او يديك النيوتن متر اللي انت تربط بيه الصاموله. طيب حضرتك وانس ان انت عملت هذه الاجراءات، الطول اللي هيبقى طالع عندك هنا من البوش رود ده هيبقى حضرتك هو الطول الطبيعي. خلاص كده، يبقى ده الطول الطبيعي المناسب اللي انت هتركب بيه السيرفو المرحلتين. طيب نقطه تانية مهمه جدا، الطول الطبيعي ده كده تمام في وضع دوسه الفرامل. يعني انت حضرتك لما تيجي تركب تتوقع عندك هنا ان المعده بتاعتك هتكون مفرمله، او العربيه النقل بتاعتك هتكون مفرمله، لان حضرتك دايما الفرامل في المعدات التقيله او في النقل التقيل بتكون نورمالي كلوزد، يعني الفرامل دايما موجوده، يعني الفرامل دايما قافله. محتاج اشاره هواء علشان خاطر الفرمله دي تبتدي ان هي تروح. تمام كده؟ تمام. طيب تعال نخش عندك هنا جوه السيرفو بتاعنا. ايه اللي بيحصل؟ والله حضرتك تمام لو انا عايز اتحرك بقى بعمل ايه؟ ببتدي حضرتك تمام ان انا ابعت تمام اشاره هواء، فهيخش لك عندك هنا بريشرايد سيجنال تمام من الفتحه اللي موجوده الخاصه عندك بالجزء الخاص بفرامل اليد. دخل عندك هنا الهواء المضغوط من هنا، ابتدى ان هو يؤثر عندك على الدايفرام. طيب وبعدين يا فندم لما حصل عندك الكلام ده، الدايفرام ابتدى ان هو يرد عندك لورا ويضغط السوسته اللي موجوده عندك هنا دي. طيب جميل جدا. طيب لما الدايفرام رجع لورا حصل ايه يا فندم؟ الدايفرام لما رجع لورا اخد معاه الميكانيزم تمام اللي هو باللون الاسود اللي في اخره زي ما حضرتك شايف كده فيها بوش رود لونها ابيض تمام، او مش هقول عليها رد قوي يعني تمام، هقول عليها مثلا يعني جلبه مثلا. الجلبه اللي باللون الابيض دي اللي انا حولتها عندك باللون الاخضر. فلما الدايفرام اللي جوه ده تمام اتضغط عليه بالهواء المضغوط في الحته اللي باللون الاحمر دي، سحب عندك هنا الميكانيزم ده كله لورا تمام كده، وراح ساحب عندك هنا الجلبه اللي باللون الابيض دي اللي انا خليتها باللون الاخضر، راح ساحبها هي كمان لورا. جميل جدا. وبعدين يا فندم ادى حريه عندك هنا للدايفرام بتاع فرامل الرجل ان هو يرجع عندك هنا لورا، والسوسته دي تمام تاخد راحتها. وبالتالي انا هنا عملت رود ريتراكشن، وبالتالي هنا حضرتك انا حليت فرامل اليد، وبالتالي اصبحت عندك هنا المعده حره الحركه. بينما حضرتك لو اشاره الهواء اللي هنا دي راحت، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي الدايفرام ده ان هو يطلع عندك هنا لقدام ويتمدد، وبالتالي هياخد الميكانيزم اللي باللون الاسود ده مع الجلبه اللي هي باللون الاخضر دي تمام لقدام، وبالتالي حضرتك هيضغط تمام بشكل ميكانيكي وليس بشكل نيوماتيك على الدايفرام بتاع فرامل الرجل. وبالتالي السوسته الغلبانه اللي هي الاصغر دي تمام، اللي هي الاصغر في السماكه بتاعه فرامل الرجل، هيبتدي ان احنا نضغط عليها بفعل السوسته الرخمه الكبيره اللي موجوده عندك بتاعه فرامل اليد، وبالتالي حضرتك تمام هيطلع عندك هنا الرد ده لبره، وبالتالي المعده بتاعتك هتكلبش فرامل يد. تمام كده؟ يبقى احنا كده شرحنا فرامل اليد. هنا في هذه الحاله الهاند بريك اير سيجنال از اون داخله معاك، وبالتالي حضرتك هنا كل الميكانيزم ده راجع عندك هنا لورا. بينما حضرتك لو الاشاره دي راحت، كل الميكانيزم ده هيطلع لقدام وكانك دايس رجل. طيب حضرتك بقى انا حالل فرامل اليد والمعده معايا حره سهله بتتحرك، عايز ادوس رجل بقى. طيب وانس ان انا عملت الكلام ده، انا هنا باعت لسه تمام اشاره اليد تمام، وبالتالي المعده حره عندك هنا بتتحرك، وبالتالي الجلبه البيضه دي تمام واقفه عندك هنا في مكانها ورا، ملهاش علاقه تمام بالدايفرام ده. طب الدايفرام ده هينضغط بفعل ايه؟ هينضغط عندك هنا بفعل الاشاره اللي جايه لك في البورت رقم 11 دي. هتبتدي عندك هنا اشاره الرجل تخش تؤثر عندك على الاريا بتاعت الدايفرام، وبالتالي يحصل عندك هنا رود اكستنشن. اول لما حضرتك تشيل رجلك من على دواسه الفرامل، الاشاره دي هتهرب وتروح عندك هنا الى الكويك ريليز يبعتها في الهواء الجوي، وبالتالي السوسته دي هتخلي عندك هنا الدايفرام ده يرجع مره ثانيه علشان خاطر يقف في الحته دي.
تمام كده. يبقى اذا الجلبه دي خطيره قوي، تمام، مهمه جدا، ان هي في فرامل اليد شغاله معاك بتؤثر ميكانيكيا على الرد. بينما حضرتك لو انت فكيت فرامل اليد وبعت اشاره هواء عندك هنا، الجلبه دي بتطلع بره الموضوع، واللي بيؤثر عندك هنا على هذا الديافرام هو اشاره الهواء المضغوط فقط. في نهايه الفيديو ده اتمنى حضرتك تكون استفدت. قابل سيادتك في فيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.